السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي النصر السعودي حوالين العالم. خلاص ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي. المباراة إن شاء الله بإذن الله هتتلعب يوم الثلاث اللي هو وأنا بتكلم معاكم هيبقى النهاردة الساعة 3 مساء بتوقيت السعودية ومصر. وطبعا المباراة على ملعب هونج كونج في الصين. والحقيقة ان خيسيوس داخل تلك المباراة بالنسبة له مسألة حياة او موت. يعني بأي حال من الأحوال عمره ما هيفكر يخطر على باله ان هو يخسر. هو عايز يثبت نفسه، وكلف المعنيين في نادي النصر السعودي بصفقات مكلفة ماديا، مارتينيز وكومان وجواو فيليكش، وبالتالي لازم بقى يحلل الامور الماديه اللي اتدفعت دي ويبين كرامه من اول ماتش. مش هنستنى احنا لتاني ماتش. ان شاء الله باذن الله سريعا كده غدا هيبدا خورخي خيسيوس مدرب النصر بتشكيله في حراسه المرمى بينتو ماتيوس، طبعا خط الدفاع سلطان الغمان وعبد الاله العمري وإنيجو مارتينيز ونواف بوشل. خط الوسط هيكون فيه مارسيلو بيروزوفيتش وعبد عبد الله الخيبري وجواو فيليكش. وخط الهجوم هيكون عندنا 3، يعني يا رب بس خط الهجوم يتحملهم اصلا: ساديو ماني وكينغسلي كومان وكريستيانو رونالدو. الحقيقة اني كل الناس مستنية تشوف كومان بكرة. احنا شفنا مارتينيز في اخر مباراة ودية، شفنا جواو فيليكس امام تولوز الفرنسي. مستنيين بقى نشوف كومان هيبقى مستواه ايه تحديدا، واني خورخي خيسيوس واضح ان هو مراهن على كومان بكرة. وانا بقول لكم ان كومان بكرة هيسجل وهيصنع وهيعمل كل حاجة في الكورة عشان يثبت ولاء لتجربة النصر. طبعا البطاقة الدولية والحمد لله للاعب كومان، كينغسلي كومان، وصلت، واللاعب دلوقتي قانونا ينفع يشارك امام نادي الاتحاد السعودي بكرة في صفوف نادي النصر. من الحاجات اللي بتعمل دوشة وصداع وانت مستني مباراة بكرة جميلة وعايز تتفرج عليها كده وعايز تستمتع، يعني إمريك لابورت النهاردة عمل مشكلة كبيرة جدا وقال للنصر بشكل رسمي انا عايز عقدي يتم فسخه، واني عملوني معاملة الهلال لنيمار دي سيلفا. الهلال ادى مستحقات نيمار بعد فسخ عقده كاملة بدون اي ادنى نقاش او جدال. وطالب ايضا لابورت من مسؤولي النصر الحصول على قيمة راتبه بالكامل حتى نهاية عقده، أسوة بما حدث من جانب إدارة الهلال مع نيمار بحسب صحيفة عكاظ السعودية. طبعا موقف لابورت صعب وموقف وحش. يعني أنا لو مكان إدارة النصر أنا أخلص من موضوع لابورت ده بسرعة، ومهما كانت المشاكل أو المشاكل المادية اللي ممكن تحصل، لان شكلها وحش ان انت يبقى عندك نادي بحجم نادي النصر السعودي وانت مش عارف تحل مشكلة لاعب واحد. يعني الهلال كان عندهم متروفيتش وحسموا الامر وقالوا ان متروفيتش مستمر معانا ومش هنبيعه، رغم ان جالهم عروض كتيرة جدا في متروفيتش. ايضا بالنسبة للعروض المقدمة لإمريك لابورت هي عروض جيدة الى حد ما. عرض من كومو الإيطالي النهاردة بشكل رسمي ووفقا للصحفي الإيطالي نيكولو شيرا المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن نادي كومو فتح تواصل مع لابورت لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه هذا الصيف. وقال شيرا عبر حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي أن نادي كومو يعرض على لابورت الانضمام لصفوفه لمدة 3 سنوات حتى 2028. وطبعا الحقيقة فكرة رحيل كومو أنا بالنسبة لي أو رحيل لابورت لكومو فكرة أنا أرفضها، لأن كومو لن يدفع أي مبالغ مادية في لابورت. هو نادي كومو داخل عشان زي ما بيقولوا إيه، يحاول ياخد اللاعب بشكل مجاني بدون ما يدفع فيه قيمة
ماديه كبيره، وطبعا ده امر مرفوض تماما بالنسبه لاداره النصر طبعا ويعتبر هدر للاموال بكل تاكيد. ايضا سؤال من الاسئله المهمه واللي اتسالت لكومان امبارح خلال مؤتمر صحفي: هو انت ليه اخترت النصر؟ كومان قال ليس سببا واحدا، فانا حقا اريد اختيار فريق يرغب بالفوز، خاصه وانه لم يفز بالموسم الماضي ويرغب في الانتصار، ولذلك فهو بمثابه تجربه جديده لان الفوز في مكان مختلف. يعني هو عايز يخوض التجربه الجديده مع النصر. النصر تجربته الان تجربه جديده تماما على كومان، على كينغسلي كومان، ثقافه مختلفه واسلوب لعب مختلف وطموحات مختلفه، وده حرك الدوافع اللي عند كومان. ايضا ساديو ماني اتكلم النهارده واتكلم عنه كومان وقال انه لاعب كبير ولديه تاريخ كبير ويعمل بجد دائما، ولذلك عندما يشيد بك شخص بهذه الصفقات ويقول انك احترافي وتعمل بجد فهذا يعني لي الكثير. طبعا صار كومان على ضرب ساديو ماني، واللي انتقل برضه للنصر مباشرة قادما من بايرن ميونخ الألماني في صيف 2023، فيما أن ساديو ماني طبعا لعب 93 مباراة رسمية، سجل خلالها 37 هدف وصنع 25 تمريرة حاسمة. أنا من اللاعبين اللي مستنيهم بكرة إن شاء الله بإذن الله ساديو ماني، مستنيه ومتأكد إن هو إن شاء الله هيقدم أداء فارق بكرة بإذن الله. وأنا ما أعتقدش إني النادي النصر مش مركز، لا بالعكس مركز جدا جدا، وكل عناصره مركزة جدا جدا، وشايف إني الاتحاد على الناحية التانية مش مركز. معرفش ليه، يمكن لأن ما عندهمش صفقات، يمكن لأن هم لم يجددوا دماء الفريق بأي لاعب، هم بس استعانوا ببعض اللاعبين من أندية أخرى، يعني اللي هي صفقات محلية يعني زي ما بيقول. لكن النصر مكتمل. النصر عنده ماتيوث بينتو، عنده سلطان غنام، عنده عبد الإله العمري، عنده مارتينيز، عنده نواف بوشل، عنده بروزوفيتش وعبد الله الخيبري وجواو فيليكش، عنده ساديو ماني في الهجوم وكومان وكريستيانو رونالدو. طب انت عايز ايه تاني يعني؟ انا اتوقع ان بكره يلعب ساديو ماني ناحيه الشمال وكريستيانو رونالدو ناحيه النص، وطبعا كريستيانو من اللعيبه اللي بتتحرك يعني. اما على ناحيه اليمين هيلعب كومان ان شاء الله باذن الله كجناح يمين، وهو زي ما بيقولوا ساب الامور في ايد المدرب كومان. يعني كومان قال اني لا، انت اختار لي المكان اللي انت شايفه. طبعا كومان بيلعب في كل حته، بيلعب صانع العاب، بيلعب خط وسط، بيلعب جناح يمين، بيلعب جناح شمال، بيلعب في كل الاماكن. ما زال نادي النصر يخوض تدريباته الاخيره الان وانا بتكلم معاكم دلوقتي، هم بيتمرنوا، ويمكن تم الاعلان النهارده بشكل رسمي عن قميص نادي النصر الجديد. وانا سعيد جدا جدا بان تم الاعلان عن هذا القميص. قميص بصراحه شيك جدا جدا، هو يختلف تماما عن القميص الاساسي اللي اتعودنا عليه. علامه اديداس باينه اكتر، شعار النادي اكبر شويه، اللون بتاعه مش اصفر صرف، لا هو اصفر كده في ايه، في امواج معينه كده ترمز الى الثقافه العربيه، مش اصفر بس. وطبعا هو من قبل كان فسفوري، ما كانش اصفر بالمناسبه، هو دلوقتي اصفر يمكن يميل الى البرتقاليه. والقميص فيه خطوط كده وخطوط كمان من هنا. بصراحه قميص شيك جدا جدا، واللي عايز يشتري القميص يدخل على صفحه نادي النصر على تويتر وهتلاقوا سعر القميص، واللي اعتقد ان هو ممكن يتخطى ال 600 ريال سعودي، يعني بنتكلم على 8000 جنيه مصري، يعني طبعا رقم ضخم جدا يعني. طبعا انا بتكلم على القميص الاصلي مش على القميص التقليد. طبعا القميص التقليد لا، هو يعني ثمنه عندنا 120 130 جنيه، يعني مش حاجه غاليه يعني.
على اي حال اشكركم جدا على حسن المتابعه، ان شاء الله نلتقي غدا بعد المباراه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.